هو ده بقى خط بارليف الحقيقي. انت منين بقى؟ انا من اسكندريه. اسكندريه؟ اه. شكلك سوري. الناس في السويس جميله جدا. الناس في السويس حلوه قوي. الطياره دي حقيقيه، يعني الطياره دي في يوم من الايام كانت طايره في الجو وكانت بتحارب. بس هو الفيلم ده اتصور في اول جندي رفع العلم المصري بعد العبور، نزل العلم. جماعه بقى اليوم بيقفل قفله حلوه. راجل شافني، راجل شافني، راجل شافني. السلام عليكم وهلا والله ومرحبتين ومرحبا، ازيكم في يوم جديد. اليوم بدأنا متأخر، الساعة دلوقتي الساعة 2، ولكن هنا في السويس. انا جيت السويس امبارح بالليل الصراحة لأسباب يطول شرحها، مش فاكر شرحتها في الفيديو اللي فات ولا لا. ولكن احنا في محافظة السويس، أكبر محافظات مدن القناة. هي الأرض اللي اسمها بلد الغريب نسبة إلى سيد الغريب، هنحكي حكايته في الفيديو برضو. ولكن الأرض اللي أنا واقف عليها دلوقتي حالا دي هي الأرض اللي تم منها العبور، وده اللي انا اتاكدت منه من قصص وناس حكت لي عن السويس. اللي ورايا ده النصب التذكاري معمول هنا في مدخل قناه السويس، ودي كده قناه السويس. لو لفينا شويه هنلاقي ان في الجنب التاني ده اللي هناك ده هو ده بقى خط بارليف الحقيقي. هنا اللي تم فعلا بقى العبور الحقيقي من ارض السويس الى ارض سيناء. الجنود المصريين قدروا ان هم يحرروا سيناء. يعني انت متخيل ان في يوم من الايام المكان الارض اللي انا ماشي عليها دي كانت ساحه حرب؟ كان في جنود وكان في دبابات، كان في مدافع في الجنب التاني هنا بتحدف نار باستمرار على السويس واهل السويس. ان في حرب اكتوبر اهل السويس اتعرضوا ان هم في اثناء ما كان الجنود المصريين موجودين في سيناء بيحاربوا العدو المحتل. مش عايزين نتكلم. العدو المحتل قرر ان هو يحاول يسيطر على السويس في الوقت اللي ما كانش فيه جيش يدافع عنها، ولكن اهلها نزلوا بالبنادق بالحلل بعصيان المقشات علشان يقاوموا العدو. وبالفعل كانت السويس زي الشوكة في زورهم في ان هم مش قادرين يوصلوا للقاهرة. فضلت السويس شوكة غلسة. يعني المكان اللي انا بصور لكم منه ده هو بقى ايه بداية قناة السويس. قناة السويس بتبدأ من هنا عشان تاخد رحلتها من البحر الاحمر لحد ما توصل للبحر المتوسط، والمراكب بتعدينا. اتمنى والله ان في مركب تعدي او حاجة عشان اصورها لكم، هيبقى منظر تحفة قوي. يعني الناس اللي هنا بيقولوا لي بور توفيق احنا كنا بنيجي نقعد هنا وناكل ونفطر ونشرب وبتاع ونتفرج على المركب وهي معديه. فالمنظر حلو. انت متخيل المركب تبقى معديه قدامك كده وبينك وبينها مثلا 10 متر، اللي هو انت لو حدفت طوبه هتوصل لهم، وتلاقي الضباط على المركب بيشاور لك وبيعملوا باي. وايام الثوره السوايسه طبعا عارفين بشوايتهم. عملوا شويه دوش كده وبتاع، كانت المراكب معديه حدفوا عليهم طوب، وده كان سبب ان بور توفيق اتقفلت فتره طويله وهي لسه اتفتحت تاني ان الناس تدخل فيها من 8 شهور. فلا لا لا محدش يجي على السويس، اللي يجي على السويس خسران. انا عمري ما شميت ريحه البحر كده في اي حته. لا لا بجد السويس جميله. هي السويس اكبر مدينه في محافظات البحر الاحمر صحيح، ولكنها تزال صغيره برضو. ورغم صغرها دوت، بس كل مكان تمشي فيه في حكايه. يعني في حكاوي كتير قوي، في حكاوي كتير تتحكي. لما دورت على النت الصراحه ما لقيتش حاجه، يعني ما لقيتش معلومات ممكن ايه اقدر ان انا اتكلم عنها. ولكن لما قعدت بقى مع ناس من اهل البلد، ابو زين الله يبارك له، هو الراجل اللي عامل معانا الصح وزياده، لا قعد يحكي لي كل شارع ماشيين فيه لا في حكايه. وكل حد عايز يعمل واجب مع اهل السويس يهديهم اي حاجه، يهديهم ميدان، يهديهم يبني لهم بيوت بتاع. لان السويس كان لها دور كبير جدا 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 سواء في العدوان الثلاثي او سواء في حرب اكتوبر. مدينه فيصل مثلا هي اللي بناها الملك فيصل،
ما بناها بالكامل وفيها ميدان اسمه الملك فيصل، زرته هظهر لكم دلوقتي. اهداء لشعب السويس نظرا لبطولاتهم وصمودهم في العدوان الثلاثي على مصر. وطبعا بقى ايه كحال كل مدن القناه، انت بتمشي في شوارع انت كانك ماشي في شوارع فرنسا. بجد البيوت دي يا جدعان مش عارف، مش لاقي كلام اقدر اوصفه. وطبعا بيوت مبنيه على الطراز الفرنسي، فاللي بناها الفرنسيين زي اللي شفناها كده في بورسعيد. غالبا يعني غالبا ما لقيتش معلومات قوي عنها، بس غالبا دي كانت بتستخدم برضو ايام حفر قناه السويس. كان المهندسين وكده ساكنين فيها، ولكن المنطقه هنا حاسسها انها ارقى بكتير، وبيتم تطويرها بشكل سنوي او كل سنه تقريبا بيحافظوا على الالوان بتاعتها وبيلونوها من اول وجديد بنفس الالوان الاصليه اللي اتبنت عليها. فهو مجرد التمشية بس كده في الشوارع والله ممتعة فوق انت بص يعني مش هينفع تجيب لب عشان ما تفسخش الارض. انت تقعد تتمشى بس كده، امشي على رجليك بس. عارف انت بقى الميزة بقى لما يبقى معاك حد بقى عارف البلد فيقعد ينقلك ايه من مكان لمكان. اماكن بتتغير بسرعة عشان واحد صاحبي ابو زين عارف يوديني فين. انا دلوقتي في مكان اسمه الجنينه الفرنساوي. الجنينه الفرنساوي ديت لما كان في بور توفيق المهندسين الفرنسيين قاعدين عشان بيشرفوا على قناه السويس، كانوا بيهتموا بالجنينه ديت باستمرار وبييجوا يقعدوا فيها، عشان كده اسمها الجنينه الفرنساوي. وفي هنا شجر عمره اكتر من 100 سنه، يعني اكتر من 1926، والناس بتيجي تقعد فيها برضه، فالمناظر هنا تحفه قوي. كان زمان الفرنساويين بيديروا القناه دي، قناه السويس دي. فمرتفيه دي كلها كانت تبعهم، تبع القناه. وبيوتهم كانوا بانيين بيوت هنا، فيلا اللي هنا عايشين فيها هم واليونانيين وجماعه شاذ يعني. فسمت الفرنساوي على ان هم كانوا منطقتهم يعني. في بلاد كده ايه مقفوله على نفسها، الغريب فيها بتحس ان هو غريب لو قعد 100 سنه. صح. واخد بالك؟ يعني مثلا لو رحت الشرقيه، لو واحد مثلا جاي من الصعيد وقعد في الشرقيه، لو قعد 50 سنه يقول لك ده صعيدي. يعني الكلام ده مفيش في السويس. هنا في السويس يقعد بس كام شهر بقى سويس، ما يبقاش ولا فلاح ولا صعيدي. هذا الجنسية. هذه الجنسيه زي امريكا كده. السويس طبعا زي ما انت شايف جميلة بكل الجناين بتاعتها، وفيها اماكن حلوة. انت منين بقى؟ انا من اسكندريه. اسكندرية؟ اه شكلك سوري. لا اوعى تكون سوري. لا اسكندراني. اسكندراني اصيل. السويس لا. انا منبهر بيها وحبيتها جدا، يعني ماشي ضحكتي على طول على وشي طول انا السكه. تربيتي اللي بيشرب. لو دخلت على الغريب فيها اماكن، يعني مثلا في هناك بيت المساجيري. بيت المساجيري ده بيت كان عمره اسماعيل ياسين بيصور فيه، مصور فيه فيلم بتاع ابن حميد. ابن حميد. بيت المساجير ده عمره مثلا بتاع 200 سنه مثلا. ما زال موجود. خليني اقول لكم معلومه اللي اتاكدت منها، الناس في السويس جميله جدا. الناس في السويس حلوه قوي بجد، من احسن البلاد اللي دخلتها، والناس فيها حلوه وروحها حلوه. يعني حاسس ان انا في اسكندريه، احنا روحنا حلوه كده كده معلش يعني، بس حاسس ان انا يعني وسط اهلي، حاسس ان انا فعلا مش غريب. يعني الراجل بيقول لي انت السويس اي حد بيجي يعيش فيها انت مش في بلد الغريب، انت خلاص ما بقتش غريب، رغم ان اسمها بلد الغريب، بس لا انت خلاص بقيت من اهل البلد. فالناس هنا جميله، الناس جميله، تتكلم وتضحك وتهزر وتعزم عليك وتمسك فيك بتاع. كان في خناقه دايره بس على هفطر عند مين وهبات عند مين، فالحمد لله اتحلت، يعني اتحلت، بس جت على حساب انا. يلا بينا نشوف المكان اللي بعده. طبعا ما فيش حد في مصر ما يعرفش الرئيس انور السادات، الله يرحمه، محمد انور السادات. انا بحبه جدا الصراحه، ولكن الرئيس محمد انور السادات كان بيحب السويس جدا، عشان كده عنده هنا في السويس فيلا شخصيه بتاعته، هي الفيلا اللي ورايا دي.
وممكن تستغرب ان ما فيش على الفيلا حراسات ولا كاميرات ولا امن ولا اي بتاع، وتقول ازاي حاجه زي كده، لان الفيلا دي من الممتلكات الشخصيه، يعني هي بتاعته شاريها بنفسه، مش حاجه تبع الدوله، يعني هي بتورث حاليا للورثه بتوعه. الفيلا جميله، وكان معروف ان دايما بيحب يجي يقعد في السويس باستمرار في الفيلا دي. يلا بينا نشوف في ايه تاني، يلا تعالوا معايا. تعرفش ان اسماعيل ياسين من السويس؟ فهو من السويس، اتولد فيها وكان ابن وحيد لوالده. اسماعيل ياسين بقى يعني فاهم الدراما المصريه الاصيله، يعني الحاجات اللي اتربينا عليها ايام زمان، الضحكه الحلوه، واسماعيل ياسين في البوليس وفي مستشفى المجانين والكلام ده كله. يلا بينا نكمل. ومعانا القوات المصريه بتلعب باللون الكاكي، ومعانا القوات العدو بتلعب باللون الاخضر، والاتنين نزلوا طحن في بعض، وطبعا فعارفين مين اللي كسب في الاخر. هنا لقيت الطياره دي حقيقيه، يعني الطياره دي في يوم من الايام كانت طايره في الجو وكانت بتحارب، والدبابه دي برضو حقيقيه، في يوم من الايام كانت ماشيه على الارض وبتحارب، ودمرناها. عملنا معاها الصح، عملنا معاها الصح. تعال نشوف مكتوب ايه. هو مكتوب مدفع هاوترز متنقل على عينه، عيار 155 امريكا الصنع. احنا الحاجات بتاعتنا بتبقى روس الصنع، ولكن حاجات العدو بتبقى امريكي الصنع. ودبابة سنتورين انجليزية الصنع، ودبابة سنتورين تاني انجليزية الصنع متدمرة طبعا برضو مش شغال. يا جدعان انت متخيل معايا، متخيل ان دي كانت بتمشي على الارض كده وكانت بتضرب وبتجري. وفي بقى ايه ملحوظة مهمة حابب ايه اوضحها. انت ممكن تكون واخد بالك ان الدبابات مش متدمرة قوي، يعني لسه تعتبر كل معالمها سليمة، حتى من جوه كمان سليمة، وده لانها ما اتدمرتش بواسطة الجيش، ولكن اتدمرت بواسطة المقاومة من اهل السويس. دمروا دبابة. الناس دي مش يعني مش بشر عاديين. السويس، تحية لأهل السويس، تحية لأهل السويس، أهل السويس في القلب. انت لو بصيت ورايا كده هتشوف بيت قديم قوي معمول على طراز معماري تحفه. البيت ده اسمه بيت المساجيري. البيت المساجيري ده كان ايام الحرب، كان السويسه بيستخدموه علشان يستخدموه كملاذ امن، اللي هو زي الخنادق كده. وبعد الحرب كانوا بيستخدموه عشان يبعتوا الرسائل الخاصه والاتصالات الخاصه بقناه السويس، ولكن هو للاسف مش مسجل ضمن الاثار المعماريه يعني. وكمان اتصور فيه فيلم ابن حميدو بتاع اسماعيل ياسين، مش عارف فاكرينه ولا لا، بس هو الفيلم ده اتصور في البيت ده. يلا بينا نشوف في ايه تاني هنروح نشوفوه. وما تستغربش بقى وانت ماشي في السويس لما تبقى راكب ميكروباص وتلاقي حد يقول له نزلني عند اليهوديه. اليهوديه ديت هي المقابر الخاصه بالناس اللي ماتت في الحرب العالميه الاولى والثانيه من بريطانيا والهند ودوله كمان مش فاكرها. ليه بقى اسمها اليهوديه؟ الصراحه انا مش عارف، وما لقيتش حاجه معينه بتقول هي ايه سبب ان اسمها اليهوديه، بس هي خلاص في السويس هنا اتعودوا عليها انها اسمها اليهوديه. ورايا ده مكان قد يبدو غريب شويه، ولكن المكان ده اسمه قريه الحجاج. وهنا كان الحجاج زمان كان رحله الحج كانت رحله بريه، فبيروحوا على جمال او بيروحوا ما كانش في غير الجمال، فكانوا بيوصلوا هنا السويس بيستنوا العباره، فكان عشان يستنوا العباره بيقعدوا يرتاحوا في المكان ده اللي هو اسمه قريه الحجاج. هي حاليا معموله فندق علشان ياخدوا العباره يبداوا يعبروا في رحلتهم لمكه المكرمه عشان يعملوا رحله الحج والعمره. وكان في بير هنا موجود اسمه بير السقايه، انا مش عارف مكانه فين بالظبط الصراحه، وقريت عنه بس ما عرفتش الاقي معلومات عنه اكتر من كده. ولو ما تعرفش، اول جندي رفع العلم المصري بعد العبور، نزل العلم
تاني هو الجندي محمد العباسي اللي توفى عن عمره وهو عنده 72 سنه سنه 2019. والراجل يعني لازم نقول اسمه في الفيديو لازم. والتمثال دوت اعتقد ان هو بيمثل الجندي محمد العباسي، فكان لازم نصوره ونقف عنده شويه. جماعة بقى اليوم بيقفل قفلة حلوة. الرجالة جت من القاهرة السويس عشان نفطروا سوا، وفطرنا واكلنا وصورنا المراكب وبنلعبوا بلياردو. منورين يا جدعان، والله منورين. فوالله العظيم احلى حاجة حصلت في اليوم هما الشوية اللي فاتوا دول. الانسان فاق بقى. غريب معايا بره. انا ممكن اصور لكم غريب على فكره واسومه على الصوره، بس انا راجل جدع مش هعمل الحركه دي، بس هحاول يعني اطلعه كده. قال يعني انا ما خدتش بالي كده وايه وننتشر. اخويا غريب نجم السويس، البايكر الجامد جدا، اجمد بايكر في السويس. قول جمله للمشاهدين والفيديو ده هيتحذف مش هينزل ما تقلقش. شوية سوقه عايز اقول لكم يا جدعان معايا سلاح دلوقتي، حد شافني بس ما شافنيش، ده وشي اللي كان عنده فضول وشوفني وبتاع مش عارف ايه الكلام ده وشي. وشه معاه من زمان، وشه معاه من زمان. ايدك يا صاحبي، ايدك على الفلوس، ده ايدك على الفلوس. بتاع موبايل طيب ماشي زي الفل. خلاص الفيديو ده مش هينزل يا جماعه، ولو نزل اعرفوا ان هو خد الموبايل مني تاني. فضمان باشا العب بترص كنافه، بترص يا بلياردو اصلا. كسر مليون جنيه. خدت الجرس منهم بره. عايز اجيب لي جرس زي ده عندي في البيت، افضل ازمر عليه كده للقطط. اتك عليه القطه تيجي، اتك عليه حطه تاني. والله استأذنا الراجل يعني ما خدناهوش كده. انا استأذنته وقلت له اخد الجرس معايا، قال لي خد الجرس معايا. الراجل ما اشتكاش يعني ولا قال حاجه يعني، بس لسه ما عمليش قهوه. لما بتطلع وتنزل مشوار مداير انا مش عارف هو ايه بالظبط. مش عارف بس هنشوف ونفهمه دلوقتي. 5 نلعب صح؟ 6 انت تلعب معانا ولا يلا بينا نلعب. راجل شافني راجل شافني. يلا ودي. ايوه السوكو واحده كمان، يلا واحده كمان. خلاص خلصنا والله مكان جميل والله. شويه بولينج حلو. عندنا مكان زي كده في اسكندريه بس هنا ألذ. البولينج عندنا قديم شويه. ايه اعمل ايه دول؟ امسك نفسك. انا عايز البتاعه دي عشان ايه؟ طول عمري نفسي اجربها. عريف واحد جري مني. انت بتضربهم ولا ايه؟ بس خلاص. حط واحده كمان معلش. هيكسب. كسب سوكو. كمل. ايه ده؟ الحق بتاع ده خلي بالك كسبت البتاع ده. والله حلو قوي. والله ماشي. يلا بينا نكملوا اليوم نشوف هنروحوا فين. هتحط مسكار ذكريات الطفولة. سلم بقى على العشاء ركب فيها يا اسطى. حبيبي هات لك مرة تاني. يلا على السلامة حبيبي. حبيبي مسكار.
هجيبك. اقول لك هجيبك. ماشي. يلا بينا يا رجاله، 1 2 3. يوم خلاص. الفيديو ما كانش ينفع يتقفل من غير ما اقول الكلمتين دول. بجد السويس من اجمل المحافظات اللي انا انبسطت فيها. يعني مفاجأة ان اصحابي من القاهرة جم للسويس، وناس من الاسماعيلية جيت للسويس، وكلنا اتجمعنا في السويس عشان نقضي يوم مع بعض. فبجد انا حاسس ان انا كنت محتاج اليوم ده يفصل 10 ايام بلف فيهم على محافظات. مش كنت دايما بنام احسن نومة، ولا دايما بفطر احسن فطار، ولا بتسحر احسن سحور. كنت بمشي الدنيا. النهارده عملت كل ده. نمت كويس جدا، اتسحرت كويس جدا، فطرت كويس جدا، قضيت وقت حلو. لفيت في محافظة كنت فاكرها ما فيهاش حاجة، طلع إن هي كل شوارعها حكايات. كل رصيف على حكاية، كل واحد هتوقف تتكلم معاه هيحكي لك حكاية. كنت قاعد عند صاحبي أبو زين، هو من السويس، من أهل السويس، من الناس اللي اتولدت في السويس أبا عن جد. حكى لي كل حاجة عن السويس تقريبا في حدود معرفته يعني. فبجد لازم أنا أشكره يعني. مهما شكرت فيه ما الكلام مش هيوفي الواجب اللي عمله معايا، وجدعنته اللي أثبت لي فعلا اللي هو مش عارف نيابة عن أهل السويس كلهم. الراجل دوت كان بيتكلم بلسان أهل السويس، وبيتعامل معايا معاملة أهل السويس. ف بجد مهما شكرته ومهما اتكلمت مش هعرف أوفيه حقه يعني الصراحة. يعني احنا أصحاب قبل ما أي حاجة يعني في الأول والآخر. لا بس هو جدع مع الصحاب ومع الغريب ومع أي حد، هو فعلا راجل جدع. أكيد شفتوه معايا في جزء من الفيديوهات. فحبيت أختم الفيديو الختمة البسيطة ديت. الفيديو ده حاسه هيبقى طويل جدا، أنا مش عارف هو قد إيه، بس هيبقى طويل. يعني هو طويل. أنا معرفش انتوا بالكوا قد إيه بتتفرجوا، هيبان معايا في المونتاج. فكفاية عليكم كده، مش هطول عليكم. وإن شاء الله الفيديو الجاي هيكون من الشرقية، الزقازيق. تصبحوا على خير.